لو عايز تعرف ان ازاي وقفت صلاح وخليته مدير على التيشيرت كمل الفيديو ده للاخر. بس قبل التوقيع تعالى نرجع خطوتين لورا. بالبدايه كلمني شخص مغربي جميل قال لي انا عايز اديك هديه تفضل فاكرنا بيها. هو بيعمل تيشيرتات وفكرنا فكره ان احنا نربط مصر بالمغرب في تيشيرت واحد. فعملنا التيشيرت ده مكتوب عليه من النص من ايجيبت لموروكو، يعني من مصر للمغرب، وهنا خريطه المغرب موروكو، وهنا علم مصر، ومن ورا برضو علم مصر وموروكو مكتوبه تحت. طبعا انا ما وقفتش هنا، انا قلت انا هخلي التيشيرت ده تاريخي، وقلت هجمع عليه توقعات اكبر عدد من اللعيبه العالميه، واللي طبعا اولهم هيبقى بالنسبه لي محمد صلاح. خدت التيشيرت واتحركت لماتش مصر وبنين، وكل اللي في دماغي ان مصر ربنا يكرمها وتكسب واخد توقيع صلاح. طبعا كلنا شفنا الماتش واللي حصل فيه، وان احنا كسبنا 3-1 الحمد لله، والدنيا مبسوطه والناس تمام. نزلت بعد كده الميكس زون اللي بيخرج بينها كل اللعيبه، واللي منهم طبعا صلاح. فضلت واقف مستني مستني مستني، والرعب والخوف بداخلي ان يعديني صلاح، لان صلاح عاده ما بيوقفش لحد اطلاقا. وهنا جت اللحظه، صلاح داخل قدامي، وبدأ الخوف يتسلل بداخلي ان هو مش هيبص لي لان كل الناس بتنادي عليه. لكن سبحان الله مديت ايدي وقلت له انا عايز اوقع التيشيرت ده. بعد ما عداني بخطوتين رجع تاني قال لهم هاتوا التيشيرت ده انا همضي عليه. وابا الله 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 يا بلادنا، الله الله يا بلادنا، الله الله يا بلادنا. بس كده، ده كان اول توقيع. يعني في توقيعات جايه كتير، فخليك معايا وكمل معايا عشان اللي جاي تقيل.